اوكي، السلام عليكم. رجعت لكم بفيديو جديد. هسه الساعة 7. هسه تقول لي يا حبيبي انت دائما تلقى الساعة لا، فرق توقيت شباب. الفيديو اللي راح كنت نايم الساعة 11 وقاعد الساعة 7. هالفيديو ما نايم وهسه قاعد لحد هسه الساعة 7. فرق توقيت ففرق توقيت يعني الجدول معطوب مثل ما جاي تشوفون، يعني يمكن أثبت جدول ممكن نشوفه بالعالم. ما إنسان ما عنده حياة يعني عادي. يعني الفيديو سوالف وهم بدنا نطلع للشارع شوية ونسولف وياكم. عموما جدول معطوب، ما صار لي تقريبا يومين اذا مو 3 ايام عدلت جدولي، واقسم بالله ما جاي يتعدل ولا ناوي يتعدل. فاعطوني نصايح بالتعليقات انه عدل جدولي بيها، وبنفس الوقت يعني اكون يعني لا اواصل 24 ساعة. فحبيبي طيب تخيلوا هسه تطلع لي بزونة على طار البزازين. الله العظيم منقهر على ذيك البزونة هواي، واتمنى هسه ترجع. انا من محبين البزازين ومستحيل اتخلى عن البزونة هيك بهيج طريقة مهما كانت الأزمة. يعني صراحة يعني ما اعرف شو اقول لكم، لكن والله العظيم يعني جاي تطلع لي فيديوهات هواي عن البزازين، وكل ما اشوف البزازين اتذكر انه اما بخصوص التبني يا اخي شباب. اني ما اقول لكم اقدر اتبنى او اشتري بزونة، بس يا اخي والله وقت مشوار. يعني اني ترى وقتي كله تقريبا نوم ولعب وحبيبي والله. اي واحد يطلع يقول لي شنو هالمجنون اللي جاي يصور اللي ما اعرف شلونه. المهم يعني عادي، يعني ممكن اشوف لي اي قطة مو اتبناها، او اشوف يعني قطة مال الشوارع بس تكون نظيفة وصغيرة. يعني مستحيل اتبنى لك قطة كبيرة وما يجي ما شوارع وسخة فد مرة، لان تعرفون يعني امراض يا حبيبي امراض. ايش رايكم نفوت للبيت ونحكي نكمل حكينا؟ قارت عليها الصراحة، كل ما اشوف صورها عندي واشوفها انه هيك يعني صغيرة، والله العظيم كانت جدا صغيرة، وكنت اقدر اربيها واسوي لها وادلعها صغيرة. يعني هي المشكلة صغيرة، يعني ما اقول لكم صغيرة بس تقريبا عمرها شهر او تقريبا 25 يوم، مو هواي كبيرة. فبس والله يعني انقهرت عليه. وذلك شباب عندي فيديو جاهز، فيديو رعب، بس ما نزل بسبب انه يا اخي الارسالات. يعني اني مصور فيس كام بموبايل، والتصوير مال جهاز بموبايل ثاني. فاني من اريد ارسل اروح على التليجرام ارسل تصوير الشاشة او التصوير مال وجهي، فاكو بالتليجرام مشكلة، فما جاي يندز لا الفيديو اللي اني جاي احكي بيه ولا يعني ما جاي يندز كل شيء ما جاي يندز. فجاي احاول احل هاي المشكلة. يعني والله حرامات، تقريبا فيديو 32 دقيقة واريد امنتجه واسويه حتى ينزل لكم، فما حلو ينزل لكم بدون فيس كام. بس والله يعني مع جدولي المعطوب ممكن تلاقي لك أي شيء حلو. زك ايش في يا اخي. المهم والله جدول معطوب، فيديو عفوي اقسم بالله. كنت جاي اشوف فيديوهات هيك، قلت والله ليش ما اصور فيديو، لين باكر عندي لازم انزل فيديو، واني اصلا يعني كل شيء ما مجهز لي ولا هذه. فقلت خلي اصور فيديو. والله متندم على ال 24 ساعة اللي قضيتها، مع العلم والله استمتعت بيها، بس يا اخي ما تعدل جدولي ابد ما يتعدل. اعطوني نصايح يا اخي، اكتبوا لي بالتعليقات. انتم مو بس تشاهدون يا اخي. تمام، انت ليش ما تحط لايك؟ بيك شي حيوان؟ استحنا ارجوك سامحني يا اخي. كل تراب يا اخي، حط لايك يا اخي. ساعد اخوك المستمع انه يشتغل يا اخي. اقسم بالله العلي العظيم اشوف المشاهدات 150 مشاهدة وخسي تجي عليه 4 لايكات. يعني شنو انت جاي تشوف الفيديو للنهاية، يعني تبخل علي باللايك؟ القد انت بخيل. واكتبوا لي بالتعليقات، ترى ما جاي اشوف ولا تعليق، بس تعليق واحد اللي هو صديقي من العصر حجري يكتب لي التعليقات وانا احط له لايك ولا ارد عليه. خلاص تعبت ازبد لكم انه يلا حطوا لي تعبت يا اخي. يا اخي والله بس هيك ما عندي امي سالفه، بس هيك جاي حبيب والله. المهم اكتبوا لي بالتعليقات تريدون فيديوهات من هيك نوع، فيديو عفوي اي شيء يعني احكي بيه. واكتبوا لي بالتعليقات ايضا اشياء تخليني اواصل واعدل نومي. بس والله حبايبي